سلام البنات، اكيد كامل كي قريتوا العنوان سرج لحم الغنم اللي هو لازم نعرفكم به. اول شيء وهو اللحم اللي يجي في فخذ الخروف في اللحم الغنمي. هذه الجهه تكون ما فيهاش العظم، تكون غير هبره كما راكم تشوفوا فيها. درك نرفعها معاكم بشويه باه تعرفوا هذه الترانش منين تجي. هذه تجي في الفخذ تاع الخروف، تجي كبيره كما شفتوا في اول الصور، ويقطعوها هكذا بشكل دائري. وعلى الوزن حسب كل وحده كيفاه تجي. كيما هذه راهي قامت لي 100 120 هكذا. تشوفوا معايا كيفاه. وبطريقه هذه نفسها تقدروا ديروها مع ليكات عادي. طريقه سرج لحم الغنم. سرج لحم الغنم في الفور نستحقوا زعيترة، فلفل كحل، ملح، وإكليل جبل أورند. راح نشوفوا بطبيعة الحال الوصفة، وكذلك راح نسحقوا معانا فنجان زيت كامل. نتبعوا معايا شوفوا كيف راح نتعاملوا مع هذه اللحم وطريقة الطهي بالتفصيل. طبعا هذه الطريقة ما هيش من راسي، هذه بمساعدة أخي الشيف طارق اللي عنده دبلوم شيف، وعنده أصلا خبرة في مجال الشيف. وصفة ما هيش وصفة مش من تعليم، يعني وصفة ذات خبرة. اذا جربتوها ما كمش راح تندموا. اول شي راح نجيبوا هذه اللحمه ونربطوها بخيط الطبخ، او اللي ما عندهاش خيط الطبخ شفتوا الخيط يجينا في ساشيت الدقيق، هذاك تقدري تستعمليه عادي، تغسليه عادي وتعودي تنشفيه وتخليه للطبخ. هنايا نشوفوا راح نربطوا اللحمه تاعنا. هو طبيعه الحال خويا راه يعلم فيا كيفاه نربطها، يعني شوفي كيفاه ديري لها، تربطيها تدوري عليها مليح وتربطيها يعني باش تلظي هذيك اللحمه مع بعضها، ما تفصلش معانا وحنا نطيبوا فيها. هي هكذا راح نشوفوا كيف راح تعذبنا شويه وحنا ينتبلوا فيها. لذا لازم نثبتوها مليح بالخيط هذا باه ما تتفتحش. تابعوا الطريقه للاخر. بعد ما ربطناها راح نسحقوا للتتبيل فنجان الزيت كامل. راح نحطوا اللحمه ذيك في صحن، داك الصحن نكبوا عليها فنجان الزيت تاعنا كومبلي كما راكم تشوفوا.
قطعات اللحم اللي عندنا ودخلنا لهذاك الزيت مليح وتوابل مليح وملح مليح. رايحين نغلفوها بالسيليفون او بلاستيك الخاص، بلاستيك الغذائي الخاص بالطبخ، نغلفوها ونخلوها تريح معنا لمدة ساعة، ومن بعد نشوفوا كيف راح ندخلوها للفور. قبل ما ندخلو، بعد ما ريحة اللحمة تاعنا وتبلت ساعة كاملة، رايحين نجيبو ورق الألمنيوم هكذا، راح نفتحوه نطوه على زوج، ومن بعد ندخلو اللحمة تاعنا. قبل ما ندخلو نحطو اللحمة هذيك رايحين نكرفشو عليها ثوم، ومن بعد ما نكرفشو ثوم نحطو اللحمة بتتبيلة تاعها ونقطعو لي غونديل تاع الثوم ونطبقوها هكذا ونحطوها في الفور تطيب معانا. شي انا درتها على درجة 100 درجة، حطيتها في الفور في بلا عادي، وبعد دخلتها الفور من فوق ومن تحت، حتى انه بعد فتحت عليها واحد اصلا تشفيح الريحة تاعها واحد الساعة تقريبا. فتحت عليها لقيتها مازال ما طابتش، تجي على حساب فورك اسكو طيب مش طيب، راح تراقبي اللحمة تاعك كيف طابت، وهي في الالومنيوم ماهيش راح تحرق معاك، وراح تطيب من الجهتين. هاك ليكم الطريقة، خليكم مع الطريقة وراح تشوفوا في الاخير وش راح نضيفه مع اللحم هذه في صحن التقديم.
بعد ما خرجناها من الفور طابت ما شاء الله بنينه بزاف. تحبي بعد كيما درت انايا من بعد ما كملت شعلت عليها حمارت بلا الومنيوم باه ما نقدمهاش هكذا. انتي تحبي تقدميها هاك ولا تحمريها؟ انا حمرتها ومن بعد التقديم مانيش راح نحطها وحدها. جيت جبت الجلبانه اللي كنت طيبتها في الماء وحدها حتى انطابت معايا باه نحافظ لها على اللون الاخضر، وجزر كذلك، بطاطا لازم عليها تكون كبيره. طيبتهم كامل في الماء هذو صوالح، ومن بعد تبلتهم نفس التتبيله: فلفل اسود، ملح، ثوم واكليل، شويه زعيتره. ونبدا بالبطاطا تاعي ومن بعد ندير معها الجزر دخلتهم للفور. كما نقولوا صوتيتهم صوتي باه حمرتهم في الفور باه تعود معايا جلبانه وبطاطا صوتي مع جزر، وحطيتهم معاهم في صحن التقديم. عليكم الطريقه كما نتوما تحبوهم، ديروا الطريقه اللي تفضلوها، تحبوا تقدموها مع اي شيء تحبوه تشوفوه مناسب. انا فضلت هذه الطريقه باه نعطي الطبق تاعي الوان جميله ويكون مليح في العين اللي راح تاكل. كما يقولك العين تاكل قبل الفم. حطيت معها لي طرونش تاع القارص كما بقيه المشاوي ولي روتي. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم ونالت استحسانكم يا رب. نخليكم على خير، وما تنساوش تدعموني باشتراككم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشاركوها مع أحبابكم وأصدقائكم ومعارفكم، ونلتقي في فيديو آخر. إلى اللقاء.